قبل ما ابدا الفيديو انا عاوز اقول لك انك هتستمتع معايا النهارده. كل الانميات بتبدا هاديه كده وبعدين بتسخن، بس الانمي ده بادئ مولع يا صديقي. فمن غير كلام كتير ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ويلا بينا نبدا الانمي. ده هو تايتشي، ولد في تانية ثانوي ماشي كده رايح على المدرسه مع صاحبته رين، بيلاقيها شايله كده بتاعه التنس وبيقول لها انت هتتدربي النهارده ولا ايه؟ فبتقول له ايوه، وانت هتعمل ايه؟ قال لها انا هروح اكمل اللعبه بتاعتي. واتاري ان تايتشي ده مقضيها لعبه على البلاي ستيشن. بس هما ماشيين فجاه واحد كده كان هيخبط في رين بالعجله بتاعته، بس تايتشي جرى عليها ولحقها ويا دوبك لمسها من هنا. بيبصوا كده تحتهم ولو دايره مرسومه حواليهم. تايتشي بيسيب رين ولكن الدايره ما بتسيبوش، بيحس بطاقه منها وبيقول لي رين تهرب بسرعه، بس البنت بتجري عليه وبتمسكه. وفجاه الاتنين بينتقلوا لعالم تاني. تايتشي بيفوق في الاول كده وبيجري على رين وبيفوقها، والبنت بتحمد ربنا ان هو بخير وكانت في قمه السعاده. بياخدها وبيمشوا كده وبيقول لها واحنا رحنا فين؟ احنا اكيد مش في اليابان دلوقتي. رين بتقول له انا عارفه. تايتشي بيقول لها انا حاسس ان احنا دخلنا جوه لعبه كده. رين بتقول له اسكت يا عم، ولسه ما كملتش الكلمه لقت مخلوق غريب واقف قدامهم. تايتشي بياخد باله وبياخد ايدرين وبيجروا. الوحش بينط عليهم والعيال بتفادي الهجمه بصعوبه. تايتشي وقتها بقى حس انهم ميتين وش. قال لرين انا مش هسيبك تموتي هنا، انا هعمل نفسي طعم وانت اجري بسرعه واهربي. لسه رين هترد عليه وتقول له لا. تايتشي سابها وطلع على الوحش. راجل يا ابني والله. قعد يستفز فيه والوحش خلاص انتبه له، لسه هيقتله هوب واحد من المغامرين بيلحقه، بيطير بعدها على الوحش وبيديله كمان ضربه. الوحش بيقوم تاني ولكن سهم في جسمه بيجيب اجله. تايتشي وقتها بيفرح ورين ما كانتش مصدقه. واحده تالته بقى من المغامرين بتستخدم السحر على الوحش ده وبتحرقه، والعيال كانت واقفه ومش مصدقه. هو في سحر كمان في العالم ده؟ ده ايه الحلاوه ديت؟ بياخدوهم المغامرين وبيعملوا لهم اكل والدنيا بقت تمام. بس كانت رين متضايقه جدا من تايتشي وما كانتش عاوزه تكلمه، وعلشان كده بالليل بقى الواد بيروح عليها علشان يصالحها. بيسالها مالك؟ رين بتعيط كده وبتقول له ما تعملش كده تاني، انا مش عاوز اعيش في العالم ده لوحدي. وشكلها واقعه في حبه جامد. تايتشي بعدها بيطمنها وبيقول لها وعد مني مش هسيبك لوحدك تاني. هو جمال جمال والله. بيوصلهم المغامرين على المدينه كده وبيقولوا لهم لو عاوزين تعرفوا اكتر على المكان ده روحوا على النقابه. والراجل ده بيدي شويه فلوس كده لتايتشي وبيقول له خد بالك بقى من حبيبتك. وبعدين بيمشوا. بيوصلوا اخيرا على النقابه وبيستغربوا من الناس اللي هناك، ده في اقزام واجناس تانية غير البشر والوضع اخر مدعكه. هو ايه العالم ده بالظبط؟ البنت اللي واقفه في النقابه كده بتدي لهم الشروط وبتقول لهم لو عاوزين تنضموا هنا يبقى لازم يبقى عندكم طاقه سحريه. بتطلع بعدها بلوره كده وبتقول لها لازم نقيس طاقتكم، يعني من الاخر كده لو ما عندكوش سحر مش هينفع تنضموا لينا. ريم بتحط ايديها في الاول كده والبنت بتتصدم مش مصدقه اللي شافته. بتقول لتايتشي يحط ايده هو كمان كده وهوب البلوره بتتكسر. البنت وشها احمر وما عادتش مصدقه اللي شايفاه. بتروح على زعيم النقابه وبتعرفوا باللي بيحصل. بيدخل عليهم وبيقول لهم انا اسف انتم مش هينفع تبقوا مغامرين دلوقتي. العيال بتتصدم كده وبتساله عن السبب. الزعيم بيقول لهم لازم تروحوا في مكان الاول وبعدين هتعرفوا، وميورا هتوصلكم على هناك. بتاخدهم فعلا وبيوصلوا على مكان واحده ساكنه في الغابه كده، وبالمناسبه اسمها ليما. بتقعد مع الاتنين وبتدي لهم بتاع كده، والمفروض ان دي بتعرف تحدد قوه الشخص وقد ايه قوه عناصره. الاتنين بيمسكوها فعلا والارقام بتظهر. ميورا بتتصدم حرفيا، العيال ارقام طاقتها مش طبيعي. تايتشي بيسال ليما وبيقول لها يعني كده ينفع ابقى مغامر ولا لا؟ بتقول له مغامر ايه يا ابني؟ انت المفروض تبقى زعيم النقابه على طول. للدرجه دي هم جامدين ولا ايه؟ وليما بعدها بتقرر تاخد الاتنين دول وتخليهم تلاميذ عندها، ومن هنا بتبدا الحكايه تولع. بتاكلهم ليما وبعدين بتاخدهم على بره. بتطلع 4 حاجات كده وبتقول لهم دي العناصر الاربعه: الميه والارض والنار والرياح. معظم الصحراء في المنطقه هنا بيستخدموا عنصر واحد، بس اللي بيستخدم عنصرين ده بقى شخص جامد مفيش منه زي ميورا كده. اما اللي بيستخدم 3 عناصر فده شخص نادر وصعب تلاقيه جدا. وانا على فكره بستخدم 3 عناصر. رين بتتحمس كده وبتسالها على العناصر بتاعتها. ليما قالت لها انت بقى بتعرفي تستخدمي ال4 عناصر. يا صباح العناب، دي شكل قوتهم في مستوى تاني فعلا. تايتشي بقى بيقول لها طيب وانا بستخدم ايه؟ ليما قالت له انت مش ساحر اصلا، انت مشعوذ. قال لها وايه مشعوذ دي بقى ان شاء الله؟ قالت له الساحر العادي بيستخدم الارواح وبيستأذنها وبعدين يستلف منها الطاقه، بس انت غير، انت بتتعاقد مع الارواح وبتستخدم قوتها زي ما انت عاوز، يعني من الاخر كده انت عظمه قوي. الواد بيفرح جدا بس ما كانش فاهم حاجه. المهم تاني يوم على طول بيبداوا التدريب بتاعهم. ميورا بتدرب رين على السحر وليما بتجلد تايتشي وبتدرب جسمه، والاتنين بيتعلموا بسرعه جدا. وحرفيا رين مفيش اسرع منها لدرجه انها قدرت
تتعلم التعويذ الاساسيه في يوم واحد، ومش بس كده لا، ده طورتها كمان لسحر اعلى. تايتشي بقى كان جايب اخره يا عيني ومش عارف يستخدم سحره لسه، بيسمع كل شويه صوت حد كده بيكلمه ولكنه مش فاهم ولا عارف مين ده. بيرجعوا بعدها ياكلوا مع بعض وبيجهزوا علشان يتدربوا تاني. بيفضلوا على الحال ده تدريب لمده 3 اسابيع. العيال بعدها طاقتها زادت جدا وبقوا بيخلصوا على الوحوش بكل سهوله، وحتى ان في وحش زي اللي هجم عليهم اول ما وصلوا العالم ده حاول يقتلهم تاني بس بيخلصوا عليه برضه. المهم بيرجعوا على البيت وليما بتعمل لهم حفله باكتمال تعليمهم للسحر، بتقول لهم انا كده علمتكم الاساسيات وانتم هتشتغلوا بعد كده في النقابه. العيال بتتصدم كده وما كانتش عاوزه تمشي اصلا، ولكن في الاخر بتوافق على كلامها. ليما بعدها بتحذرهم من كشف طاقتهم قدام حد والا هيقعوا في مشاكل ملهاش لازمه، وبتقول لهم كمان انها عارفه انهم جايين من عالم تاني، فلازم بقى تدوروا على الشخص اللي استدعاكم هنا وتعرفوا هو طلبكم ليه. تايتشي بيتحمس من كلامها وبيقول لها خلاص اتفقنا. بيرجع ينام تاني على سريره وبيستعد اخيرا لتوديع المكان. بتجيله رين هناك كده وتبين عليها زعلانه علشان هيمشوا. بيقول لها تايتشي بعدها شكرا علشان انت جنبي، انا من غيرك ما كنتش اعرف اعيش في العالم ده ولا لحظه، وشكرا تاني علشان مسكت فيا وما سبتنيش اجي هنا لوحدي. رين بتتاثر من كلامه كده وشكل العلاقه ما بينهم بقت اقوى. بيتفقوا بعدها انهم يدوروا على الشخص اللي استدعاهم هنا ويرجعوا للعالم بتاعهم مع بعض، والدنيا بقت تمام معاهم. بس وتايتشي نايم بالليل بيسمع صوت كده بيكلمه. المره دي الصوت بيكون واضح جدا وبيقول له احنا هنتقابل قريب، وشكلها دي الروح اللي هيتعاقد معاها. المهم تاني يوم تايتشي ورين بيروحوا على النقابه وبيقدموا فيها ودنيتهم بقت تمام. بيعملوا شويه مهمات سهله كده بياخدوا منها فلوس، يأجروا بيت يقعدوا فيه كده يعني، لحد لما في يوم بقى زعيم النقابه بيبعت لهم طلب استدعاء. بتدي لهم البنت ديت مهمه كده وبتقول لهم انتم لازم تعملوها، والمهمه ديت بتصنف من الدرجه دي واللي اعلى منهم حاليا يعني. تايتشي بيسالهم عن السبب وليه هم بالذات يعني اللي هيعملوا المهمه ديت. زعيم النقابه بيحكي لهم عن تفاصيلها، بيقول لهم احنا بعتنا 2 قبلكم تصنيفهم دي برضه ولكن ما عرفوش يخلصوها، ولو بعتنا حد تاني والمهمه ما خلصتش كده النقابه هتضطر تدفع تعويض، وانا عاوزكم انتم بقى تخلصوا المهمه ديت علشان انتم تلاميذ ليما وكانت شكرت فيكم جدا يعني وفي قدراتكم، ولو خلصتم المهمه ديت هتترقوا للرتبه الرابعه. فتايتشي بيفرح من كلامه بيقول له تمام. بيروحوا على مكان المهمه اخيرا. رين شافت شويه مانجا كده وكانت عايزه منها، راحت علشان تشتريها، بس المفاجاه اسعار المانجا غلت جدا وسعرها اتضاعف 3 مرات عن الاسبوع اللي فات. رين بتسال البياع عن سبب ارتفاع سعرها المفاجئ بالطريقه ديت وبيحكي لها عن السبب. بيقول لها المحاصيل بقالها اكتر من شهر ما بتوصلش لينا، والظاهر ان في وحوش بتهجم على العربيات وبتمنعها من الوصول. البنت بتقول له تمام وبتاخد منه المانجا وبعدين بتمشي. بيتفقوا بالليل بقى على دخول الحانه ديت واللي فيها مهمتهم. بيروحوا هناك فعلا وبيخلصوا على كل الحراميه اللي سرقوا البضاعه، بس المهمه سهله اهي، امال اللي قبلهم فشلوا ليه؟ شكلهم مغامرين على قد حالهم باين. بس واثناء ما كانوا ماشيين بيحسوا بحد بيراقبهم. بيظهر قدامهم 3 قاتلات كده وبيبداوا في الهجوم عليهم. تايتشي بيخلص على واحده فيهم وبيديلها بوكس بيريحها، التانيه بتهجم عليه بكل قوتها ولكن رين بتستخدم عليها اسلوب الرياح وبتطيرها. لسه رين هتهجم على الثالثه، واحده منهم بتستخدم قنبله دخانيه وبيهرب 2 من المكان وبيسيبوا صاحبتهم وراهم، والظاهر ان البنات ديت هي سبب فشل المهمه قبل كده. المهم بيقبضوا على البنت اللي معاهم وبعدها بيودوها على النقابه. بتتكلبش كده وزعيم النقابه بياخد منها المعلومات اللي هو عاوزها وبيقول لها المغامر اللي قبض عليكي طلب مني طلب وهو ان حررك وما سيبكيش في حبسك هنا. البنت اتأثرت من كلامه وما فهمتش هو عمل كده ليه. ومن ناحيه تانية بقى رين وتايتشي بيقابلوا ميورا، بيقعدوا معاها بيحكوا لها على الاسعار اللي بتزيد كل شويه، وبتحس ان الموضوع في ان ميورا بتقترح عليهم ينضموا معاها في المهمه ديت، والعيال ما بتصدق وبيوافقوا. بيوصلوا على مكان المزارع وبيسالوا المزارعين عن اللي بيحصل، بيحكوا لهم عن كل حاجه وان في حراميه كل يوم بيسرقوا المحاصيل بتاعتنا واحنا ما عدناش عارفين نعمل معاهم اي حاجه. بيسلموا عليهم كلهم كده ولكن تايتشي بيحس بحاجه غريبه من الراجل ده بس ما بيبينش. بيدخلوا جوه الغابه ورين بتستخدم سحر البحث بتاعها علشان تعرف لو في اي حد بيقرب منهم. بتحس بحاجه غريبه وبتقول لهم استنوا مكانكم، في حد داخل علينا. ميورا بتسالها وبتقول لها الحراميه. رين قالت لها لا، ده وحش كبير جدا. الوحش بيظهر قدامهم ومحدش كان مصدق. ابو شعر ابيض ده بيقول لهم ده غول واتباعه، هو ايه اللي جابهم هنا؟ الفرقه قالت له مالكش دعوه احنا هنتعامل معاه. رين في الدفاع وميورا هتخلص على الصغيرين دولي. اما بطلنا تايتشي بقى فبيدي للعملاق بتاعهم بوكس في دماغه ما بيقومش منه. ايوه كده يا باشا، هو ده الشغل التمام. بعدها بيرجعوا على البيت وبيناقشوا الوضع اللي حصل النهارده. بيحسوا بوجود خاين ما بين المزارعين وبيعملوا خطه علشان يوقعوا بيها، ولكن هل الدنيا هتمشي زي ما هم عاوزين؟ الله اعلم. شكل في عقبات كتيره مستنياهم. بيصحوا بقى تاني يوم وبيتوجهوا الى الغابه تاني للبحث عن اللصوص. رين بتحس بيهم فعلا، بيلاقوهم كانوا قاعدين يسرقوا في المنجم
المانجا كده ولا كأن في حد في دماغهم، بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم قدام تايتشي وفرقته، بس اخركم فاضي اصلا. بس الحراميه بتقول بعدها لو كانت الساحره معانا ما كنتوش هتقدروا تلمسونا. المزارعين بيقولوا لهم اخرسوا وبياخدوهم علشان يتحاكموا، بس قبل ما الاخير بيمشي تايتشي بيقول له على فين يا باشا؟ مش هتقول لنا بقى عملت كل ده ليه ولا ايه؟ الراجل مصدوم بيقول له انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. تايتشي بيقول له انا اول مره سلمت عليك حسيت بحاجه غريبه، ايدك ناعمه زي النسوان. هو مش شغل المزارعين ده صعب ولا انت شغال برجلك ولا ايه؟ وحاجه كمان خلتنا اشك فيه، بالرغم من ان الغيلان والخنازير دي صعب حد يشوفها هنا، انت كنت عارف اصلهم واساميهم من غير ما حد فينا يتكلم. ها عاوز كمان ولا ايه؟ الراجل وقتها ملامحه الخبيثه بتبان وبيقول له لا كفايه، عاش عليكم والله. انت عاوز تعرف انا عملت كل ده ليه صح؟ فتايتشي بيقول له صح. الراجل قال له علشان تيجوا هنا وشكل الدنيا هتولع. بنت تانية كده بتظهر من العدم جنبهم وبتقول له هنخلص عليهم ولا ايه؟ العيال اتصدمت. الراجل ده بيقول لها بصي انت هتاخدي البنتين دولي وانا هستفرد بتايتشي لوحدي. قالت له خلصانه، وكانت مشتعله حماس، وشكل البنت دي هبله ودماغها ما بتفكرش غير في القتال بس يا صديقي. تايتشي ضد سيلفر والبنات ضد بلاك، يا ترى يقدروا يعملوا معاهم ايه؟ بتبدا المعركه ما بينهم وبلاك ما بتستناش وبتهجم عليهم بكل شراسه. البنت حرفيا قوتها كبيره جدا، رين بتستخدم عليها بعض التعويذات وبتحاول تكسب الوقت لميورا علشان تقدر تفعل طاقتها. بلاك بتتحمس قوي وبتقول لهم ايوه كده هو ده القتال اللي بجد. ميورا طاقتها بتشتعل وبتهجم على البنت تاني، ولكن بلاك برضه بتفعل تعويذه هجوميه وبتواجهها بكل شراسه. ده ايه الحلاوه ديت؟ في نفس الوقت ده كان سيلفر طلع وحش كده جليدي اسمه عنصر الجليد، بيقول لتايتشي بعدها كده انت عاوز تعرف انا بعمل كل ده ليه صح؟ تايتشي قال له صح، فسيلفر قال له علشان عاوز قوتك. تايتشي اتعصب وهجم على وحشه ولكن من غير اي فايده. سيلفر قال له نسيت اقول لك حاجه يا باشا، ده عنصر الجليد ومش هيهزمه الا العناصر اللي زيه، يعني النار او الرياح او الارض، لكن واحد زيك كل قدراته بدنيه مستحيل هيقدر عليه. تايتشي بيتعصب بيهجم عليه تاني ولكن من غير اي فايده، وشكل القتال ما عادش في صالحه. في نفس الوقت ده بقى بلاك كانت شغاله ضرب في البنات لحد لما بيقعوا على الارض كده، كانت مبسوطه بالمعركه ومفكره انها كده خلاص انتصرت. بس انت متخيل انهم هيخسروا يا صديقي؟ لا والله، البنات بعدها بتقف لها وبيجهزوا لها الخطه اللي هتجيب اجلها. ميورا بتهجم على بلاك بسيفها والبنت بتتفادى الهجمه وبتبعد عنها، وهوب بتلاقي رين طايره عليها بسيف البرق وبتدي لها واحده بتخليها تصرخ من الالم. بلاك بتقف تاني ولكن رين بتحوطها باعصار مليان مواد متفجره. رين بعدها بتضربها بعنصر النار بتخلي الاعصار يتفجر هو وكل اللي جواه، وحرفيا البنت جابت اخرها. لسه هتقاوم تاني وبتلاقي ميورا بتدي لها الناهيه وبتجيب اجلها. في نفس الاثناء بقى كان تايتشي مذلول حرفيا، الوحش كان اخد بلور الطاقه كده واتلون بالاحمر من شدتها، وتايتشي كان عمال بينضرب بس ومش عارف يعمل اي حاجه. انت زي خيبتها يالا. لا ومش بس كده، ده سيلفر بياخده وبيهدد بيه البنات، بيقول لهم لو خايفين على حبيب القلب ده يبقى لازم تستسلموا. تايتشي بيحاول يتكلم وهوب الوحش بيدوس عليه وبيخرسه. موقفك لا تحسد عليه يا صاحبي. الواد وقتها كان زعلان جدا، بيقول انا الراجل اللي فيهم وهخليهم يخسروا بسببي؟ انا ازاي هكون راجل كده؟ انا وعدت رين اني احميها وعمري ما هستسلم. وقتها تايتشي بيغمض عينه، بيسمع صوت بنت كده بتكلمه بتقول له انا هديلك القوه اللي هتخلص بيها نفسك، ولكن في المقابل الوجع بعد المعركه اصعب من الموت. تايتشي قال لها اديها لي بسرعه، وهوب طاقه الواد بتشتعل وحرفيا بيتحول. سيلفر مش مصدق اللي شايفه وبيهجم على الواد بكل قوته، بس تايتشي بيفاجئه وبيقف من تاني، بيقول له بالرغم من ان اخدت الضربه اللي فاتت انا مش حاسس باي الم. الوحش بيضربه بناره تاني، بس انت خلاص هتودع يا حبيبي. وعلى الوحش وناره السلامه. الكل اتصدم حرفيا من قوته. تايتشي بقى في مستوى تاني. سيلفر بعدها بياخد البنت وبيحاول يهرب منهم، بس تايتشي مش هيسيبه، بيستخدم اخر طاقه عنده عليه وبيقطع له دراعه، وبعدها تايتشي بيغمى عليه. الاتنين بيهربوا من المكان، بس بيعرفوا بعدها انهم لو حاولوا يقربوا لهم تاني مش هيحصل لهم كويس. بعد اسبوع بقى كده بيفوق تايتشي من نومه، بيفتكر الاحداث اللي حصلت معاه ومش مصدق انه بخير لسه. بتدخل عليه ليما من بره الباب كده، والواد بيفرح انه شافها، بتعمل له اكل كتير والواد بياكل زي المفجوع بالظبط، بيخلص اكل ل 34 واحد. ده انت لو بتحسب الوجبات بتاعت الاسبوع اللي فاتك مش هتاكل كل ده يا ابني. المهم ليما بتحكي له على كل اللي حصل وهو نايم، بتقول له بعد المعركه بتاعتك طاقتك السحريه قلت جدا ووصلت لحد الصفر، وعلشان تسترجع عافيتك فضل مغمى عليك لمده اسبوع كامل. رين بقى وميورا اخدوك عند دكاتره كتير علشان يعالجوك، بس ما حدش عرف يعالجك، ولما زهقوا من كتر اللف جابوك هنا. فلما تشوفهم بقى بشكرهم على تعبهم ده. فبيقول لها تايتشي ده اكيد طبعا. بيسالها بعدها عليهم وبتقول له انهم بره بيقضوا شويه مهمات كده. بيقول لها خلاص انا هطلع ادور عليهم. بيطلع فعلا وبيبدا يدور عليهم، بيلاقي بنت كده اتنين محاصرينها وعمالين يعكسوها. تايتشي بيروح عليهم علشان يلحقها
تلحقها، بس البنت لما بتشوفه بتجري عليه وبتمسكه وبتقول له كنت مستنياك يا عم فينك من زمان. قال لا هي تعرفه ولا ايه؟ تايتشي بيخلص على عياله وبيقول لها انت مين بقى وكنت مستنياني ليه؟ البنت بتقول له فاكر المغتاله اللي هجمت عليك لما كنت في مهمه؟ قال لها ايوه. قالت له ديت انا يا عم، وعلى فكره اول مره حد يضربني كده، انا زعلانه منك، ليك حق تزعل يا قمر انت والله. في الوقت ده بقى كان سيلفر وبلاك راحوا على رئيسهم وحكوا له على كل حاجه. الراجل بيفرح جدا وبيتحمس وشكله مش ناوي على خير، بيمسك ايد بلاك كده وبيعمل عليها سحر مسؤوم وشكل الدنيا هتقلب مجزره. في نفس الوقت ده بقى تايتشي بيسال المغتاله على الناس اللي كانوا باعتينها وبتعرفوا بيهم، بياخدها معاه وبيبداوا يضربوا في كل الناس اللي تقابلهم لحد لما اخيرا بيوصلوا على المكان اللي كان في سيلفر. بيلاقوا ورقه كده موجوده والعيال بتتصدم وشكلهم وقعوا في الفخ يا معلم. في نفس الوقت ده بقى كانت رين وميورا ماشيين جوه المدينه كده، بيحسوا بحد بيراقبهم وبيستعدوا للهجوم بتاعه، وهوب واحد بالسيف بتاعه بينزل عليهم. ميورا بتهجم عليه بكل قوتها، رين بتدعمها بالسحر من بعيد بس الواد بيصدهم، بيتفوقوا عليه بالعدد وبيهجموا عليه تاني بكل قوتهم. بس فجاه هجوم على رين من حيث لا تدري وبيخليها تلغي هجومها. 3 من السحرة انضموا للقتال والوضع اتقلب. تخيل ان الموضوع هينتهي على كده؟ لا والله. بلاك بتظهر من جنبهم وبتضرب ميورا وبتخطفها. ريم بتحاول تلحقها وتاخد البنت منها بس دول بيمنعوها. البنت بتصرخ على اخرها ولكنها ما عادتش عارفه تعمل حاجه. بلاك بتختفي من المكان ورين لسه محاصره، بتتعصب على السحرة الباقيين بعدها وبتخلص عليهم بقوتها. بتدور على مكان ميورا ولكن مش لاقياها، بس فجاه بتطلع لها بلاك وبتقول لها على مكان ميورا. امال خطفتيها ليه من الاول؟ بلاك بتقول لها انا ما بحبش اللعب الخبيث ده اصلا، بس انا مضطر اعمل كده، روحي بسرعه يلا علشان تلحقيها وما تقلقيش اللي هناك انت هتقدري تخلصي عليهم. وفي الوقت ده كانت ميورا متعلقه كده وبيتم القاء عليها بعض الطقوس الغريبه، والظاهر انهم يعملوا معاها زي ما سيلفر عمل مع عنصر الجليد بتاعه. بس رين وقتها بتوصل على مكانهم، بتدمر الباب ده وبتخلص على اول واحده فيهم. اللي بعده رين متعصبه جدا على صاحبتها ومش شايفه قدامها، بيحاولوا يهجموا عليها ولكن بتثبتهم مكانهم. بتخلص على الدائره السحريه بسحر الارض وبعدها بتلحق ميورا. جامده يا بنت والله. ولكن في الوقت ده بيدخل راس الشر واللي مخطط لكل حاجه، بيقول لها قوتك فقد توقعاتي يا بنت والله. بص كده، اولا انا مش جاي هنا علشان اتخانق معاكي، انا جاي هنا علشان اوصل لك رساله. في 3000 وحش سحري موجودين بره الغابه مستعدين للهجوم على المدينه، وهم بالظبط قدامهم 12 ساعه ويوصلوا هنا، يعني معاكم لحد الصبح كده. ريم بتقول له تايتشي موجود وهيخلص عليهم عادي. قال لها الراجل لا ده لوحده احنا عملنا له احتفال يليق بيه واستحاله يعرف يجي، وشكلهم وقعوا في مصيده العدو يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى تايتشي بيروح على المكان اللي شافه في الورقه علشان يخلصوا على الوحوش اللي فيها، وكان مكتوب عليها ان في 5000 وحش سحري تحت الارض مستعدين للقضاء على المدينه، وتايتشي بعظمته يعني رايح عليهم لوحده. هو بصراحه طول ما انت معاك الامر ديت فانت لازم تتشجع، بس مش قوي كده برضه. المهم بيوصلوا اخيرا على مكان الوحوش وبيتصدموا من المشهد، مستعمرات دمويه مليئه بالوحوش اللي لسه ما فاقتش. بيبصوا فوق كده وبيلاقوا بنتين واسمهم التوأم ميولا، والظاهر انهم من الاشرار هما كمان، وزعيم الاشرار بيستغلوا قوتهم علشان يتحكموا في الوحوش ديت. تايتشي بيندى عليهم وبيقول لهم انزلوا من مكانكم والا الوحوش هتقتلكم. البنات بتقول له ما تخافش علينا، طول ما احنا معانا البلوره ديت محدش هيقدر يوصل لنا. وبعدها الوحوش بدات تظهر وتهجم على تايتشي والمغتاله. الواد قال لها خليك انت يا قمر ورايا واتفرج عليا وانا بعملهم شاورما. بيطير ضربه على الوحوش ومحدش قادر عليه نهائي، بيخلص على جزء كبير منهم بس دول ما بيخلصوش يا معلم. البنتين دول الوحوش بتهجم عليهم هما كمان، والبلوره بتقع من ايديهم وبتتكسر، فبيصعبوا على تايتشي وبيجري عليهم وبيلحقهم. بياخدهم جنب المغتاله كده وبيقول لها خليك ورايا، وبيبدا يكمل قتل في الوحوش لوحده. في نفس الوقت ده بقى رين وميورا بيروحوا على زعيم النقابه، بيعرفوه بالوضع اللي هم فيه. بيبعت بعدها رساله لكل المغامرين في التجمع والكل بيستعد للمعركه. ليما بتحس بطاقه الوحوش هي كمان كده وبتدخل عليهم للمساعده. بيقعد الثلاثه دول مع بعض وبيناقشوا الاستراتيجيه بتاعتهم. بيقولوا احنا من غير قوه تايتشي الهجوميه هيبقى صعب علينا او مستحيل نخلص على كل الوحوش ديت. بس رين بتقول لهم لا، انا عندي خطه حلوه سيبونا ننفذها بكره وهضرب لكم نص الوحوش بضربه واحده. ده كده انت هتكوني عظمه قوي. الصبح بيطلع، الوحوش كانت على مشارف الوصول للمدينه. رين بتجهز على الجسر كده وبتبدا في تفعيل تعويذتها، واللي في دماغها انها لو دمجت عنصر الماء والنار مع بعض هيحدث ضغط عالي جدا وانفجار هيخرم الارض، ولو غطت الانفجار ده بدمج سحر الارض والنار الوحوش مش هتتشوى جوه بس يا صديقي، دي هتتفشخ حرفيا. وبالفعل البنت بتضرب اول تعويذه على الوحوش وبتشق الارض من قوتها. اعداد كبيره جدا من الوحوش بتقع في الحفره. ريم بتجهز النهايه ليهم وبتضربهم بالتعويذه الثانيه، وهوبا طريق السلامه انتو. بس طاقتها السحريه بتوشك على النفاذ بعد
كده، وباقي المغامرين والمحاربين بيستعدوا للقتال. الكل بيضرب في الوحوش من كل حته. ليما لوحدها كانت مخلصه على نص الوحوش، وزعيم العصابه كان بيتفرج عليهم من بعيد وعاجبه المشهد. الجيش التاني من الوحوش بيدخل، وعلى راسهم 3 من قادات الغيلان، باين عليهم القوه جدا وصعب تلاقي حد يعرف يهزمهم. بس ليما بتجمع قوتها السحريه وبتضربهم بيها. ميورا هي كمان بتطير على شويه منهم وبتطير فيهم. رين بقى بتستخدم الباقي من سحرها، وهوبا ولا اي حاجه حصلت. دول غير اي حاجه قلتلكم. رين وقتها بتقع على الارض وبتستسلم لمصيرها. الكل كان بيتفرج عليها والوحش قريب وخلاص شكلها دي نهايتها. بتقول مهما يحصل ليا تايتشي مش هيسيبكم من بعدي. كنت عاوزه اعترف له بمشاعري دايما، بس شكلها دي النهايه. نهايتي يا باشا، انا جاهز واسمعك في اي وقت. وبنتفاجئ كلنا بان البطل تايتشي خلص على كل الوحوش اللي تحت ووصل على مكان حبيبته ولحقها كمان. ده ايه العظمه ديت. رين وقتها كانت فرحانه جدا وعينيها بتلمع حرفيا، وشكل القتال هيولع. بس لحد هنا كفايه كده النهارده. استنونا بقى في الجزء الثاني من حكايه تايتشي، ويلا يا عم سلام سلام سلام.